الحمد لله يمكن الساعة 7:30 أو 8 الصبح، والبعثة كلها الحمد لله وصلت باستثناء كابتن حسن شحاتة للتكريم طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد، فهو اللي هيكون موجود أو يكون وصل إن شاء الله. هو على وصول، وبكرة إن شاء الله السفر بالليل. بكرة السفر بالليل إن شاء الله الساعة 12 إن شاء الله. طائرة خاصة. المفروض إن هي طائرة خاصة إن شاء الله. هي طائرة خاصة أكيد. قول لي الطائرة الخاصة كبيرة ولا صغيرة بتبقى؟ والله هو احنا تقريبا انا سمعت ان هي زي اللي احنا كنا جايين فيها امبارح وكده، معقوله يعني بالنسبه للبعثه من 40 او 50 فرد، اعتقد ان هي بتبقى كويسه ان احنا كمان كلعيبه بنسافر في وقت النوم، فبنقدر ان احنا نستريح فيها بشكل كويس. طبعا كل ما كانت كبيره كل ما كان افضل بالنسبه لنا، لان الراحه بتبقى افضل بالنسبه لنا لان التوقيت ده بيبقى وقت النوم وكده. فان شاء الله تكون طياره كويسه، وان شاء الله نوصل بالسلامه ونوصل مرتاحين ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طب قول لي بمناسبه اللي تحبوا تسرح، مين من يعني في ناس ما بتعرفش تنام في الطياره، مين من اللعيبه عندهم قدره على النوم من التيك اوف لغايه اللاندنج؟ والله يعني اغلبيه اللعيبه، هو طبعا على حسب الوقت، يعني لما بيكون الوقت وقت النوم وقت او بالليل او احنا وقت طويل يعني اغلبيه اللعيبه امبارح كلها كانت نايمه، لان كنا جايين في توقيت كنا خارجين من هناك حوالي الساعه 5، يعني بتوقيت مصر الساعه 3 ده وقت نوم. 3 بعد نص الليل. بالظبط. فاغلبيه اللعيبه طبعا كانت مرهقه ومجهده جدا، فكله بينام في الوقت ده. لما بيكون التوقيت طبعا توقيت الظهر او العصر او كده، اعتقد ان بيبقى ما فيش مشكله، يعني كله ممكن بيقعد وكده. بيبقى صح. انا عن نفسي امبارح من قبل ما نطلع كنت نايم، واول ما وصلنا كنت تعبان جدا ونمت في الطياره. اغلبيه اللعيبه كلها كانت كده. يمكن انا سؤالي ان في بعض اللعيبه او بعض الناس ما بيعرفش، ما يجيلوش نوم في الطياره. في ناس كتير طبعا، وفي لعيبه كتير ممكن ما تعرفش تنام في الطياره، ولكن انا بالنسبه لي لا، يعني بتديها على طول. مش في كل الاوقات، بس لما بكون طبعا تعبان وكده وقت النوم بنام. بس امبارح لا، انا امبارح من قبل ما نطلع كنت اول ما دخلت على طول نمت بالظبط. كابتن احمد حسن متفائل بشكل موضوعي، بهذه البطوله؟ التفاؤل طبعا شيء مهم، يعني لو ما فيش تفاؤل يبقى ما فيش داعي ان احنا نروح من الاصل، يعني طبعا لا، في تفاؤل، واعتقد ان احنا عندنا حاجات كتير لو قدرنا ان احنا نحافظ عليها تساعدنا ان احنا نحصل على البطوله ونعمل انجاز اعتقد ما اتحققش في الكره الافريقيه قبل كده خالص، ان فرقه تفوز ب3 بطولات ورا بعض متتاليه، ده لسه يعني ما فيش منتخب عملها، منتخب افريقيا عملها. عندنا طبعا واحنا رايحين كبطل افريقيا الناس كلها بتعمل لنا حساب، الناس كلها هتبقى عامله حساب لمنتخب مصر قبل ما يلعب ايا كان المنتخب اللي احنا هنلعبه، يعني طبعا بدايه من منتخب نيجيريا اعتقد هو كمان عامل لنا حساب قوي جدا، لان هو عارف ان منتخب مصر الحمد لله يمكن مسمع بشكل كويس، اخر بطولتين احنا حاصلين عليهم. فبس ده طبعا مش هيجي الا ببذل مزيد من الجهد، وان احنا لازم جوه الملعب نبدا زي ما بدانا 2006 قدام الكاميرون، يعني مش لازم النتيجه العاليه ولكن مهم المكسب ده هيدينا دفعه معنويه كبيره جدا. فطبعا متفائل. عارف السؤال اللي جاي طبعا احنا عندنا نواقص كتير يعني يعني مدى تاثيرهم الحقيقي، يعني انت النهارده كراجل نجم كبير في المنتخب اكيد لعبت مباريات كتيره في وجود ابو تريكه وفي وجود عمرو زكي تحديدا، الاثنين دول، وطبعا بركات لما كان بيبقى بديل كان بيخش وبيشتغل وبيلعب كويس، وهضيف عليهم شوقي وهضيف عليهم ميدو، يعني كل دي محمد شوقي او ميدو طبعا، بس ميدو لعب معاكم من فتره اعتقد. هو انا بتكلم على كل الناس دي يعني طبعا كل الناس دي ناس مهمه جدا جدا، واكيد هيكون غيابهم مؤثر جدا جدا، ولكن الناس دي لما بتكون جاهزه، يعني عم زكي لما بنتكلم عليه لما يكون جاهز وفي قوته اعتقد ان هو اضافه كبيره جدا جدا للمنتخب. طبعا طبعا اكيد ابو تريكه لا خلاف، لان احنا افتقدناه في حاجات كتير، لان في ناس وجودها حتى مش كجوه الملعب وبس، يعني وجودها ان هي بتبقى موجوده دي في حد ذاتها بتدي طمانينه للعيبه اللي معاك حتى. فده ده ابو تريكه من الناس دي، يعني اللي هو انت لما بيبقى موجود معاك بيبقى طبعا في اي وقت. ويمكن لسه كنت بتكلم مع حد وبقول له ان احنا يمكن في 2008 اللي ميزنا ان احنا ما كانش في فرق مين موجود مين مش موجود، مين غايب مين مش غايب، اي حد بيبقى موجود كلنا مكملين لبعضينا، وده اللي نجحنا البطوله اللي فاتت. فاكيد الناس دي طبعا غيابها مؤثر جدا، ولكن اللي موجود الحمد لله، يعني اللي موجود لعيبه طبعا برضه كلهم اعتقد ان هم القوام الاساسي للمنتخب برضه، بالاضافات اللي علينا اعتقد ان هم ان شاء الله يضيفوا لينا ويعلونا كمان، وان شاء الله نشوفهم، لان هم احنا فينا ميزه الحمد لله، اي حد بيدخل علينا بيدخل فينا على طول، يعني ما بيحسش ان هو جاي، ما بيحسش حته رهبه
دخول المنتخب لاول مره او كده، يعني اغلبيه اللعيبه اللي موجوده تحتضنوهم على طول. على طول جميل. يعني. ودي روح الحمد لله اللي مميزه الجيل ده. يمكن لما بنيجي نقول دايما ان الجيل ده من افضل اجيال جت دي في تاريخ حقيقه، مصر، دي حقيقه. مش كناحيه فنيه وبس، لا كناحيه فنيه وكناحيه سلوكيه، لان كمان الحب اللي بيننا وبين بعضينا والاخلاق اللي بيننا وبين بعضينا دي بتنجحنا. وانا بقول ان اي منظومه فيها حب وفيها احترام بين الجميع اعتقد ان ده اللي بينجحها. قبل ما اوريك تقرير حلو كده ان شاء الله ليك جميل مجهزه محمد نصر، مباراة مالي الأخيرة اللي انتوا لعبتوها وانتوا كنتوا بتلعب في وسط الملعب، وكنا بنلعب بعماد متعب فقط لا غير راس حربة. أكيد الفنيات دي كلها من اختصاص الكابتن حسن، ده أكيد، وأنا عارف ده عشان تاخد راحتك في الحوار، احنا بندردش. هو انا هوضح لحضرتك، احنا ما كناش بنلعب بفوت، بس انا هسيب حضرتك تكمل لي بالظبط ايه السؤال وبعد كده أنا هوضح. سؤالي إنه في الجزء الأولاني من المباراة يعني حسينا إن عماد متعب وهو راس الحربة المفروض اللي يبقى مواجه للمرمى باستمرار بيضطر يسقط في وسط الملعب كتير يا احمد، وبيروح على الاطراف كتير، وما كناش عندنا كثافه جوه ال 18. سؤالي، هل يعني انت حاسس ان راس حربه واحد قادره على تحقيق وتطوير شق هجومي جيد لمنتخبنا في البطوله؟ هو مبدئيا احنا ما كناش بنلعب راس حربه واحد طبعا. احنا مبدئيا احنا كنا بنلعب باثنين راسات حربه واثنين صراحه، زيدان وعماد متعب. ويمكن احنا الشوط الاولاني يا كابتن مدحت احنا لينا اكتر من 4 أو 5 فرص مؤكدين اهداف. يعني في يمكن كوره زيدان اللي متعب لعبها لي وبعد كده انا لعبتها له، هو عدى وعملها، وبعد كده متعب وانا ضاع مني هدف، وزيدان ضاع ومتعب ضاع منه كمان هدف. فلا في يعني احنا ما كناش، كان في 2 صراحه زيدان يعني زيدان كان نازل راس حربه راس حربه. بس هو طبعا طبيعه لعب زيدان بيسقط كتير، مش موضوع بيسقط، هو بيحب يستلم في مساحات خاليه. فطبيعي ان هو بتلاقيه بيروح على طرف الملعب بيستلم وبيجي بوشه، لان دايما خطوره زيدان انا بقول لما بيستلم وبيجي بوشه مش لما بيكون بظهره. فهو دي طبيعه لعب، انما هو كان بيلعب جنب عماد متعب فوت صريح. وكان في 2 طبعا بيكملوا من تحت، انا وحسني كنا بنكمل مع عماد وزيدان. ويمكن انا ضيعت هدف في تكمله نفس الحكايه اللي هو متعب حطها في الحيث ورجعت منه وانا كملتها وضاعت وكده. فكان في تكمله يمكن. وكان في 2 في نص الملعب، وحسام غالي واحمد فتحي. اللي يمكن انا كان في مداخله بيني وبينك بعد المباراه على طول لما وضحت لحضرتك، قلت لك ان احمد فتحي بيلعب كاليبرو بس مقلوب، يعني اللي هو بيلعب قدام الاثنين الاستوبات اللي هو كان فتح الله ووائل جمعه بالظبط. بس احمد فتحي دايما بيروح طالع على نص الملعب جنب حسام، واحنا بيبقى لينا يعني حريه هجوميه شويه انا وحسني، يعني ممكن لينا ان احنا اولويه ان احنا نكمل والاثنين المهاجمين واحمد فتحي يثبت هو حسام غالي بالظبط كده. فلا طبعا ما كانش فيه الحمد لله كان شكلنا كويس. لا كان شكل جيد، بالظبط. كان شكل جيد. الاطراف برضو يا احمد يمين وشمال ما كانش برضو التكمله فاعله قوي. هل كان في تعليمات للوقوف شويه في وسط الملعب؟ لا مش كده والله. هو طبعا يعني ما كانش فيه طبعا. بالعكس يمكن الكابتن حسن من الناس اللي يعني دايما بيحب اللعب الهجومي، يعني بيحب اللعب الهجومي، ودايما الباكين بيدوا لهم حريه ان هم يتقدموا. ويمكن حتى هو اتكلم بين الشوطين مع سيد ومحمدي على النقطه دي ان هو فعلا لازم يكملوا بشكل قوي. الشوط الاولاني اتكلم ما بين الشوطين. طبعا اتكلم معاهم وقال لهم يعني ما فيش اي مشكله وكملوا. يعني احنا بنلعب ماتش عايزين نشوفكم، عايزين تروحوا يعني لسه عايز اشوف سيد اللي انا عارفه، وعايز اشوف محمدي نفس الحكايه. هو مشكله ممكن التوفيق وعدم التوفيق. يعني النهارده ممكن مثلا سيد ما كانش مثلا في الشوط الاولاني بيكمل بنفس الشكل، والشوط الثاني بدا يزيد فتح شويه بالظبط. ومحمدي يمكن كان نمره 10 اللي كان بيلعب عليه لعيب كويس قوي قوي، وكان شويه موقفه، وكنت انا دايما اللي واخد الحته اللي هي اللي قدام دي، فممكن برضو كان قلقان شويه. انما اعتقد كل ده ان شاء الله يعني كل ده يتظبط وكل الامور تتظبط ان شاء الله مع بدايه اللقاءات وكده. بس هو طبعا عامل التوفيق ان شاء الله يكون معانا. لكن بس انا حبيت اوضح جزئيه ان احنا بنلعب فريق واحد. لا احنا ما بنلعبش فريق واحد. بتلعبوا باثنين فراوده صراح، باثنين فراوده زيدان وعماد متعب. يعني في المباراه دي كان زيدان وعماد متعب. نعم. وادوها بشكل كويس. وزيدان الحقيقه كان فايق جدا. بالظبط يعني كان فايق وماسك كورته جميل في الملعب، شكله جميل. انما طبعا هو في الاول وفي الاخر طبعا هو الجهاز الفني هو اللي هيحدد. هو اللي هيحدد الشكل اللي هنلعب بيه، هو اللي هيحدد الطريقه اللي هنلعب بيها. ومن جايز ان ممكن بعد كده ان هو يكون في فرد واحد واثنين من تحتيه، يعني ده برضه كل شيء وارد. وجايز اثنين فراوده. ما هو احنا واحد انت بتقول انه زيدان، اصل احنا احساسنا، عارف احنا يا كابتن احمد احساسنا ان زيدان عاده بيبقى تحت شويه،